النهارده هتعيشوا معايا تجربه مجنونه، لان انا النهارده جربت بلاي ستيشن 3 في 2026. حرفيا بقاله 20 سنه موجود معانا. جهاز قديم، بس هل لسه يقدر يدهشك ويخليك تحس بالحماس زي زمان؟ يا جماعه الجهاز خلاص، انا حسيت بقيمه البي اس 4 والله. تعال نشوف النهارده انا اكتشفت ايه وايه الالعاب اللي خلتني فعلا اقعد مذهول قدام الجهاز، لان التجربه دي فعلا هتخليك تعيد التفكير في بلاي ستيشن 3 تاني. خليني اقول لك تاريخ بلاي ستيشن 3 في الاول كده على السريع عشان نعرف احنا بنتكلم عن ايه. كل حاجه بدات من نجاح بلاي ستيشن 2 اللي كان اشهر جهاز في العالم وحرفيا باع ملايين النسخ. شركه سوني قررت انها لازم تعمل حاجه اكبر، حاجه تغير قواعد اللعبه، فبدات تخطط لبلاي ستيشن 3 في بدايه سنه 2000، وكان الهدف جهاز قوي جدا يقدر ينافس كل المنافسين ويقدم تقنيات جديده بالكامل. 2005 بقى سوني اعلنت رسميا عن بلاي ستيشن 3 في معرض اي 3. كان الاعلان مليان مفاجآت، التحكم الجديد والجرافيكس المذهل والفكره الكبيره اللي هي البلوراي بدل السي دي. الناس اتجننت وقتها، جهاز جديد وجرافيكس عالي والعاب جديده، واهم حاجه مساحه تخزين ضخمه. اول اصدار كان تصميم لامع وواسع وكان شكل الجهاز حرفيا مستقبلي، ولكن الناس اشتكت ان هو بيبصم بسهوله. بعد كده ظهر البي اس 3 سليم، نسخه اخف واصغر واقل صوت وكمان اقل استهلاك كهرباء. بس ده مش معايا خالص، انا مش عارف ليه بيحصل معايا العكس، بس مش مهم. بعدها السوبر سليم، نسخه ارق واخف وشكلها كان عملي جدا. وخلينا اديك نبذه عن الحصريات، لان احنا هنتكلم عن الحصريات والالعاب كلها قدام. الالعاب والحصريات، بي اس 3 حرفيا جاب لنا العاب اسطوريه حقيقيه، كان سبب رئيسي لنجاح انشارتد، سلسله مغامرات اسطوريه. حرفيا انا جايب الجهاز ده مخصوص او لقيته عشان اجرب بس سلسله انشارتد. وطبعا مش هننسى التحفه الفنيه اللي هي جاد اوف وور 3، القوه والاكشن والدراما حرفيا ما بتتنساش. وذا لاست اوف اس، قصه مؤثره جدا غيرت الالعاب، مش مجرد اكشن، ده قصه معبره. الجهاز كان بيخلي الالعاب اقرب للسينما، وكل لعبه كان ليها جمهورها الخاص اللي كان بيستنى كل اصدار بفارغ الصبر. طبعا مش عايز اقول لك ان الجهاز باع اكتر من 87 مليون نسخه حول العالم، والجهاز ده قدم اول تجربه بلوراي حقيقيه في جهاز العاب، وفتح الباب لعصر الاونلاين في البلاي ستيشن بالشكل اللي نعرفه دلوقتي. ولكن مع اطلاق بي اس 4 بدا عصر جديد، لكن بي اس 3 فضل محبوب جدا، وخصوصا عند محبين الالعاب القديمه واللي بيحبوا الالعاب الحصريه والجرافيكس السينمائي. ولغايه دلوقتي في لسه ناس بترجع لبلاي ستيشن 3 وبيكتشفوا فيه العاب هم لسه اصلا ما لعبوهاش ولسه اصلا ما سمعوش عنها، زيي واللي حصل معايا دلوقتي واللي هوريهولك دلوقتي. وهو ده البي اس 3 يا جماعه. حرفيا الجهاز مطرب بطريقه صعبه، بس طبعا على ما لقيته كان مركون. طبعا ده هو مقارنه بالبي اس 4 برو، يعني انتوا شايفين اصلا الحجم. هو البي اس 4 برو طبعا اكبر منه شويه، بس يعني ده طبعا اتقل من ده بكتير. يعني البي اس 3 جنبه ريشه حرفيا، شايفين انا شايله ازاي. فانا شايف بصراحه ان هو حجمه كبير جدا، يعني هو اصلا البي اس 4 اصلا كبير جدا. طيب يا جماعه، يا ريت تعذروني في حاجتين، وهو صوتي لان انا حرفيا تعبان، صوتي حرفيا رايح خالص، وتاني حاجه وهي جوده الكاميرا لان دي اعلى حاجه عندي حرفيا. هنا بقى قررت ان اشغل البلاي ستيشن 3، بس كان لحظه ادراك ساعتها ان انا اصلا ما عنديش دراعات البلاي ستيشن 3، وانا الساعه 8 الصبح استحاله انزل اصلا الاقي حد فاتح. فشوف انا عملت ايه يا جماعه، انا عايز اقول لكم حاليا ان انا مشغل البي اس 3 وانا مش معايا ولا دراع بي اس 3 حتى، بس عايز اقول لكم ان انا اتصرفت اخيرا. شغلت دراع البي اس 4 على البي اس 3 وفعلا شغال. يعني بصوا حاليا اتاكدت اكس اهو، يعني الجهاز اشتغل. بعيدا طبعا عن كركبه السلوك دي، ده طبيعي جدا عندي. يعني الجهاز اشتغل، يعني اقدر اتحكم فين اهو. بصوا بدراع بي اس 4، انت متخيل؟ حرفيا والله العظيم قمه العشوائيه اللي انت هتشوفها في اي فيديو موجوده عندي هنا. حرفيا مشغل دراع بي اس 4 على بي اس 3. طبعا يا جماعه، اول انطباع عن الجهاز ان هو ما شاء الله هادي جدا. انا مش سامع له صوت، عشان طبعا انا كان معايا المروحه الكبيره بتاعتنا البي اس 4 برو. وده طبعا قبل ما اخد المقلب الكبير واللي هشوفه حاليا، واحمد ربنا والله العظيم على البي اس 4 وعلى نعمه البي اس 4 وعلى نعمه المروحه اللي انا كنت بسمعها، لان انتوا دلوقتي هتسمعوا خلاط. بس اصبروا بس يا جماعه، انا اول ما شغلت بلاي ستيشن 3 انا فعلا لقيت عليه العاب تحفه جدا تخليني استغنى عن البلاي ستيشن 5 او ال4 اللي عندي والعب بلاي ستيشن 3 عادي جدا. شوفوا الالعاب حتى اللي موجوده، يعني مثلا انت كان عندك هنا فيفا 19 اللي كانت حرفيا غيرت شكل فيفا، وجي تي اي كمان كانت عندك. واللعبه دي انا فعلا ما اعرفش، يعني انا اول مره اسمع عنها، اسمها ليج سوبر هيروز دي تقريبا. انا ما اعرفش بصراحه اللعبه دي بالنسبه لي، انا اول مره اشوفها. وكمان كان عندك سبايدر مان، انت متخيل؟ كانت حرفيا سبايدر مان بلاي ستيشن 3 دي انا جربتها
على بلاي ستيشن 3 تحفه. ده غير ان انت عندك اسين كريد بلاك فلاج، انا عايز اقول لك ان اللعبه دي عالم مفتوح بالذات برضو في معارك السفن والبحر. انا عايز اقول لك ان دي اقوى حاجه في اللعبه، ممتعه ومش هتزهق منها صدقني. ده غير ان انت عندك تومب رايدر. جماعه اللعبه دي انا شخصيا جربتها، اللعبه دي فيها قصه قويه جدا وبدايه حرفيا ملحميه. بتشوف تطور طبعا لارا كروفت من بنت عاديه لمقاتله، جيم بلاي طبعا متنوع وقتال وفي الغاز واستكشاف ومفيش ملل خالص. ده غير طبعا ان انت عندك بيس 19، واللعبه دي انا مش هتكلم عنها كتير لان اللعبه دي من اعظم الالعاب بتاعت بيس، هي وبيس 13 اللي قدامكم دي. كول اوف ديوتي بلاك اوبس 2 اعظم العاب كول اوف ديوتي بلاك اوبس. جماعه اللعبه دي فعلا فيها كميه ذكريات كتيره جدا، وطبعا العاب الزومبي فيها والعاب الكومبيتيتيف فيها. احسن لعبه كول اوف ديوتي بلاك اوبس ممكن تشوفها حرفيا. بلور احسن لعبه عربيات برضو ممكن تشوفها، لان انا عايز اقول لك دي ولا تقول لي بقى جراند توريزمو ولا تقول لي اي حاجه، اللعبه دي هي احسن لعبه عربيات انا جربتها في حياتي وما بلعبش غيرها اصلا. ولو انت هتجيب بلاي ستيشن 3 او كنت عايم بلاي ستيشن 3 فانت لازم تفتحه تنضفه من طبعا التراب او بص لازم تعمل اي حاجه عشان ما تتخضش الخضه اللي انا اتخضيتها واللي انا هوريها لك دلوقتي. ده انا شغلت لعبه واحده بس والله. ده لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه الجهاز خلاط، بمعنى الكلمه الجهاز خلاط. انا حسيت بقيمه البي اس 4 والله، البي اس 4 برو كمان مش السليم. انا حسيت فعلا بقيمه الجهاز. يا نهار ابيض ايه ده انا مشغل لعبه واحده وحتى لسه ما دخلتش اللعبه لقيت الخلاط اشتغل. كنت لسه بقول لك من شويه ان الجهاز ما شاء الله عليه صوته هادي جدا، مره واحده قلب خلاط. انا فعلا اتخضيت والله. وخلي بالك هو جاب لي رساله حراره، يعني الجهاز سخن، فانت فعلا لازم تنضفه، لازم تفتحه وتنضفه كويس جدا قبل ما تشتغل عليه او قبل ما تلعب عليه، لان الجهاز ممكن يجيب منك حراره ويبوظ. وكمقارنه سريعه جدا ده سلك البي اس 4 برو اللي هو الباور بتاعه، ده مدخل الباور بتاعه مقارنه بال3. يعني انتوا شايفين الحجم جنب بعض اصلا عاملين ازاي؟ حرفيا ال3 جنبه مش حاجه حرفيا. وطبعا لو انت هتقول لي ان انا المفروض اقفل الجهاز بقى عشان هو جاب لي رساله حراره وما اعرفش ايه، المفروض اقفله واريحه. طيب هو انا فعلا قفلته وريحته وبعد كده قعدت العب عليه تاني، هو انا السبب اللي بيبوظ الاجهزه ولا؟ ومن حصريات بلاي ستيشن 3 كمان اللي ما كانتش موجوده عندي في الجهاز وهي ذا لاست اوف اس. انا عايز اقول لك ان دي ممكن تكون من احسن الالعاب الموجوده في العالم، لانها طبعا قصه انسانيه وواقعيه جدا وشخصيات بتكبر معاك مش مجرد ان بي سي طبعا. وانا عايز اقول لك كمان ان هي غيرت مفهوم السرد القصصي في الالعاب. انا عايز اقول لك ان دي لعبه دخلت التاريخ مش الجيل بس. ده غير طبعا انت عندك طبعا سلسله انشارتد 1 و 2 و 3 اللي انا كنت قايل لك عليها في بدايه الفيديو، وده غير طبعا جاد اوف 3، وده غير طبعا ديمون سولز. اصل العاب السولز صعوبه ذكيه مش ظلم واحساس انتصار ما بيتوصفش. وطبعا عندك انفيموس 1 و 2 وعندك ريزيستنس 1 و 2 و 3 وكيل زون 2 و 3. وبعد كل ده انا عايز اقول لك ان انت عندك العاب كتيره فعلا تقدر تلعب بيها وفعلا صدقني هتستمتع بيها جدا، ممكن يكون كمان اكتر من بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5. وبكده نكون وصلنا لنهايه رحلتي مع البي اس 3 في 2026. يمكن الجهاز فعلا عمره اكتر من 17 سنه بس فعلا حسيت ان رجعت لواحد من احلى العصور الجيم. حاجات كتير فاجئتني والعاب حرفيا ما زالت ممتعه والتجربه لسه عايشه لغايه دلوقتي. وحتى وانا بلعب كمان بدراع البي اس 4 حسيت ان الجهاز برضو رافض انه يموت. فقولوا لي بقى هل في حد فيكم لغايه دلوقتي لسه ما جربش بي اس 3 في الفتره دي؟ وايه كانت اكتر حاجه مستغربين انها لسه كويسه؟ ولو حابين ان اخش على تجربه اجهزه قديمه تانية زي مثلا البلاي ستيشن 2 او حتى مقارنه مباشره مع البي اس 3 والبي اس 4 اكتبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هعملها. وفي الاخر حابب اقول لكم كان معاكم يوسف وسلام.